يا مرحبا بمشاهدي ترندنج في يومنا الأول في الاستوديو الجديد. فقد تضاعف فيه حجم الشاشات على حساب حجم المذيع كما تلاحظون. أعرف أن بعضكم يجدها مثالية ربما للعب الببجي والفورتنايت، لكننا سنستخدمها لنحكي قصصنا، وسنبدأ من مصر التي أحيت الذكرى 46 لحرب أكتوبر، حيث شن الجيش المصري والسوري حربا على إسرائيل بعد احتلالها شبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان بعد حرب عام 1967. احتفالية حرب أكتوبر تقام كل سنة في نفس المكان، وهو نصب الجندي المجهول، رمز الجنود المصريين الذين قتلوا في الحرب. ينقل التلفزيون المصري على الهواء مباشرة الاحتفال، ووضع أكاليل الزهور على قبر الجندي من قبل المسؤولين، وعادة ما يقودهم رئيس الدولة. ولكن هذا العام لم يحضر الرئيس لزيارة النصب التذكاري. النصب التذكاري يحتضن أيضا قبر الرئيس الراحل أنور السادات، والذي اغتيل أثناء احتفال بذكرى الحرب، ذكرى حرب أكتوبر عام 1981 خلال عرض عسكري على يد الجماعة الإسلامية. السادات كان قد حضر الحفل، وبجانبه نائبه وقائد قواته الجوية في حرب أكتوبر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. الجدل هذا العام كان بسبب حضور جمال مبارك ابن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والذي أطاحت به ثورة 25 من يناير وأطاحت به من الحكم. فالتف حول جمال العديد من المصريين لالتقاط الصور معه، مع العلم أن إشاعة نية توريثه الحكم كانت أحد مسببات الثورة على أبيه. تساءل بعض المغردين عن سبب ظهور جمال في احتفال رسمي هام، ودفع آخرون عن حقه في حضور هذا الاحتفال كفرد من أفراد عائلة مبارك. محمد حنفي يقول: سؤال ملوش أي 30 أم لازمة، هو جمال مبارك اللي راح يزور النصب التذكاري دخل الجيش؟ يتساءل. هدى أبو الفتوح تقول: ركزوا أكثر ولمعوا في جمال مبارك عشان الناس تنسى محمود السيسي خالص. بص العصفورة. أما بالنسبة لابن الصعيد يقول: جمال يعرف تماما مدى كره شريحة كبيرة من المصريين له، لكنه يعتقد أن ذكرى انتصار أكتوبر هي فقط ذكرى الضربة الجوية. يجب علينا زيارة الجندي المجهول تكريما لشهداء الوطن، فالشهداء أبناء الشعب ولا أحد يمثل الشعب في زيارتهم. محمد بكري ابن البطل ورئيس مصر القادم بإذن الله جمال مبارك يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول صباح اليوم. نبيل كيلاني، نبيل يقول لك: زيارة جمال مبارك للنصب التذكاري وقراءة الفاتحة على روح الشهيد السادات وأبطال حرب أكتوبر كنائب عن الرئيس مبارك أعادت لاحتفالات أكتوبر رونقها. يقول: رونقها. تحية لابن البطل نسر مصر الذي وجوده في أي مكان بتلاقي الناس دايما حواليه بكل حب وصدق. بالنسبة لحضور جمال لم يكن الأول، فهذه مثلا صورة له بصحبة زوجته خديجة في زيارة النصب التذكاري للجندي المجهول أثناء حكم الرئيس مبارك عام 2007. على رأس الحضور لاحتفال هذا العام كانت السيدة جيهان زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، وقام جمال مبارك بتحياتها وتقديم العزاء لها في ذكرى وفاة زوجها. لم ينتهي دور عائلة مبارك عند هذا الحد، بل كتب عمر ابن علاء مبارك أخو جمال عبر حسابه على فيسبوك: كل عام وقواتنا المسلحة المصرية هم خير أجناد الأرض، وتحية خاصة لجد قائد الضربة الجوية بطل الحرب، وسلام.